إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، وكما توصلنا من معلومات مؤكدة مفادها على أن تنظيم مرتزقة البوليزاريو الإرهابيين حاولوا يوم أمس على القيام بعملية إرهابية في أقصى جنوب المملكة انطلاقا من الأراضي الموريتانية. هذه العملية انتهت بالفشل وأسفرت عن سقوط قاذفتين في أراضي مفتوحة في أراضي خلاء لم يسفر عنها أي خسائر لا بشرية ولا مادية. لكن هنا مجددا نعود إلى مربط الفرس، وهو التهديد القادم من شمال موريتانيا. وأنا بطبيعة الحال أنا لا أتهم الموريتانيين بأي شيء ولا القيادة الموريتانية بأي شيء، لأن أصلا هناك تفاهمات مغربية موريتانية بشأن تأمين هذه المناطق من تسلل مرتزقة البوليزاريو، لأنهم كيحاولوا انطلاقا من أراضي موريتانيا يقوموا بنفس هذه العمليات الإرهابية. حاولوا بشكل متكرر، شفنا المسألة ديال عملية السمارة الإرهابية، ولكن تم تصفية كل المنفذين، كما سوف يتم تصفية كل المنفذين اللي حاولوا يديروا هذه العملية الإرهابية ديال اليوم أمس وانتهت بالفشل. سوف يتم اصطيادهم الواحد تلو الآخر. غادي يدوز أسبوع، غادي يدوز أسبوعين، ولكن في نهاية المطاف غادي يتبندروا كاملين، وغادي يتم التصفية ديالهم كاملين كما حدث مع المجموعة الأخرى. فهنا متابعينا الكرام نعود مجددا لضرورة إنهاء المنطقة العازلة، لضرورة تنظيف المنطقة العازلة بشكل كامل، وبطبيعة الحال أن يكون الحزام الأمني ملاصق للحدود الدولية، وآنذاك لكل دولة يجب أن تتحمل المسؤولية ديالها فيما يتعلق بتأمين أراضيها. وأي شيء يخرج من أراضي موريتانيا ولا من أراضي حضارات الجزائر فهو يعتبر إعلان حرب مباشر من تلك الدولة حسب القوانين الدولية. إذا متابعينا الكرام، هذه العملية الإرهابية انتهت بالفشل. هذا المجموعة غادي يتم الاصطياد ديالهم عاجلا أم آجلا. شحال ما بقاو هاربين غادي نشدوهم انتم غادي تشوفوا بعد أسبوع ولا أسبوعين ولا أيام قليلة ولا ساعات قليلة فقط غادي تسمعوا التبنديرة ديال هذه المجموعة الكاملة، لأنه في هذه الآونة القوات المسلحة الملكية المغربية غادي تقوم بالواجب ديالها، وغادي تتبعهم وغادي تقوم ببندرتهم الواحد تلو الآخر. لكن الحلول النهائية يجب أن تكون على أرض الواقع، اللي هي إنهاء المنطقة العازلة، تأمين شمال موريتانيا، فتح معبر حدودي جديد، وبناء الطريق اللي كنتحدثوا عليها خلال الأيام القليلة الماضية. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.